الولد جائعا وبلا ماء. لدي مال، تكلم مع الحارس. شكرا عثمان. سجنوك فما هنت بيوم حين بدا الكفر وتمرد، فدعوت رفاقك للحق وقلعت الظلم إذا استأسد. لا 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 لا. هذا طعام، إنه من أخي كمال، جزاه الله خيرا. كمال والحرس يعيشان العالم ذاته. أخي كمال، أسمعك جيدا. لقد وصلني الطعام، جزيت خيرا. صحة وعافية يا أحمد. بالمناسبة حاول ألا تكلم رئيس الحرس ذاك، ها؟ حسنا، لن أفعل يا أخي. عليهم السماح لك بالخروج إلى الحديقة. إذا استمرت مشكلتك مع الحرس فقد لا يسمحون لك، فدعك منهم. فهمت. قل لي، هل أنت جائع؟ ما بك لا تجيب؟ إنك ظمآن، أليس كذلك؟ لكما لسانان وقحان وترفضان شرب الماء. لا فائدة، فهذا سجن. السجن يثقف الشخص. نحن نضيف تحسينا على الناس هنا. هل تفهم؟ ما نفعله أهم من صلاتك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليس لك طعام ولا ماء اليوم لأنك وقح. أحمد، أحمد، هل تسمعني؟ أحمد، أجبني يا أحمد. ربما كان يصلي، انتظر قليلا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس وكأنني أصغي للقرآن للمرة الأولى. سبحان الله العظيم. اللهم اغفر لي ذنبي، كم نحن مقصرون. أشعر بنفس الأحاسيس التي كنت أشعر بها عندما كان والدي يقرأ القرآن. إن مجيء أحمد إلى هنا غير قلوبنا. أحمد، هل ترغب بالكلام؟ أظنه لا يتكلم لكي لا يكون عبئا. إذا لم يسمحوا له بالخروج سيمرض. لا 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 لا
عندما تسنح الفرصة سأحاول رؤية أحمد. لا تفعل ذلك، ستلاقي المتاعب. كل إلى مهجعه. هل من الممكن أن أقول شيئا للفتى في الزنزانة الأخيرة؟ ولماذا تسأل؟ ألم تتعلم خلال 5 سنوات؟ لم يسجن ولد خلال 5 سنوات. كف عن التهكم وادخل مهجعك. سأعود حالا. أحمد، كيف حالك؟ أخي كمال، أردت رؤيتك يا أخي أحمد، أنا قلق عليك. ابتعد عن الفتحة. أفهم ذلك، ولكن الجنود سيؤذونك. من الأفضل أن تعود. لم أعد أهتم لهؤلاء الزناديق. قلت لك ابتعد. ادخل مهجعك أو سيسال الدم. ستسيله أنت؟ هل رأيت ذلك؟ رغم أننا لسنا مسلحين لم يستطيعوا منعي من مشاهدته. وإذا لن نخضع بعد الآن، لسنا ضعفاء. لست أدري، ليس بوسعنا فعل شيء دون مساعدة المهاجع الأخرى. لا أريد أن أبقى هنا. ومن يريد؟ أحمد فتى لطيف جدا. أعتقد أنك تفتقد ابنك. نعم، أفتقد ابني كثيرا، وأحب أحمد كذلك، لكن الحارس لا يسمح له بالخروج. فلنعرض عليهم المال ليسمحوا له بالخروج معنا. فكرة جيدة، سنجمع مالا ونعرضه على المدير. أحمد، في أي غرفة يحتجزونك؟ أهلا أيها العجوز. شكرا يا بني. هل رأيت ولدي أحمد؟ نعم، ويقول لك لا تقلق عليه. ولكن ماذا يطلب ولدي؟ إنه يريد بعض المال، كما أنه يريد بعض الكعك اللذيذ. حسنا، بعون الله سأجلب له كل شيء. أبلغه سلام أمه. بالتأكيد سأبلغه، لا تقلق عليه. شكرا بني. ادخل. سيدي، هل أستطيع الدخول؟ قلت لك ادخل. كيف حالك عثمان؟ أنا بخير سيدي، شكرا لك. وإذن ماذا تريد؟ أريد إذنك بخروج أحمد إلى الحديقة. كلا يا عثمان، زهر غاضب جدا من ذلك الفتى وقال بأنه لن يرى الشمس ثانية. ألا نستطيع معالجة ذلك فيما بيننا؟ خروج أحمد ممنوع، حتى لو أعطيتني كل مالك، فلا تطلب مني شيئا يتعلق بأحمد ثانية. لا أستطيع أن أقرضك مالا، فهناك مجاعة في البلاد يا أخي، وأنا لدي 7 أبناء. قلت لك دائما إن عليك تربيته ليصبح رجلا طيبا، ولكن لأنه وحيدك أفسدته، والآن تشكو. ولكن أنا لا أشكو من ابني، فقد أردت المال. لو لم أرد أن أطلب منك لما طلبت. ليس الأمر سيئا، أريد المال لابني. أول مرة يطلب فيها أحمد مالا مني، وقد قلقت لأنني لا أملكه. إنه فتى يراعي الآخرين، لا يريد المال لنفسه، ولكنني لا أعرف ظروف السجن. إنه يعرف ظروفنا جيدا. وأنت لا تعرف، ربما أراد الحرس المال لأنفسهم. وهل ذلك ممكن؟ طبعا ممكن، إن وجدوك نقيا لم لا. سأعود لأكلمهم. أنت لا تبادل كما في الماضي. نحن لم نعد نشرب، إذا ما احتجنا إلى شيء سنطلبه. تظهر مؤخرا علامات تغيير عليكم، سمعت بأنكم تجمعتم معا في الساحة.
وهل من اعتراض؟